السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. وحشتوني كتير كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب بالخير والصحة والسعادة واليمن والبركات ان شاء الله. قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض ما تنسونيش بقى بتعليقاتكم الجميلة، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا منكم وليس امرا، حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم، ان شاء الله يعجبكم. احنا هنا ابتدينا بقى اول يوم رمضان، روتين اول يوم رمضان. اول ما ابتديت بقى كده قمت كده الصبح، قلت بقى ايه، يعني انا كنت مروقه الشقه بقالي كام يوم، طبعا انا مظبطه الدنيا كلها والله وما كنتش بصور. بصوا انا بقالي شهر او 15 يوم، شهر او شهر الا اسبوع ما بنزلش حاجات والله العظيم في القناة. بس في حاجات كتيرة جبتها وفي حاجات كتيرة جددتها وغيرتها. طبعا هتشوفوا الحاجات دي ان شاء الله معاكم في الفيديو النهاردة. بس احنا كده اول يوم رمضان، قلت بقى اقوم ابتدي بالفطار بتاعي لاني انا بعمله بدري بدري قبل ما بنزل المحل. طبعا انتوا عارفين ان انا بفطر فطار رمضان بنفطر على طول في المحل. مكان شغلنا، مكان الشغل بتاعنا. وبيبقى اخو احمد معانا، يعني كلنا مع بعضنا كده، احنا دايما بنفطر مع بعض كده في المحل. اخو احمد واحمد جوزي وانا وعيالي، بس ما فيش حد بيفطر تاني معانا. فلازم ابدا في الفطار بتاعنا بدري علشان ايه، انزل بدري. نزلت امتى؟ نزلت العصر او نزلت بعد العصر. بس شفتوا بقى انا بادئه الفطار من بعد الظهر على طول. يعني بقى الظهر ادن صليته وبعد كده ايه، قلت ابدا في الفطار بتاعي. طبعا انا كنت جايبه توابل ملحقتش ان انا افضيها، قلت افضيها وانا بعمل الفطار الصبح الظهر كده. تمام. كنت مروقه الشقه وجايبه حاجات كتيره فيها. والله ما كنتش بصور، بس ان شاء الله فيما بعد الايام جايه الحلوه كتيره باذن الله. هصور لكم وهوريكم، والفيديو ده هوريكم احنا جبنا ايه وعملنا ايه ان شاء الله، بس ما نخلص الفطار بتاعنا. تمام. هنا بقى كنت جايبه طماطم ومفرزاها، وكنت جايبه بط ونص بطايه. يعني انا كنت عامله نص البطايه دي، والبطايه كانت جايه يعني 3 كيلو ونص 4 الا. قسمتها 2 وعملت حمامه. كان برضو كنت دابحه حمام عندي في الشقه، فقلت بقى ايه، احطها ياكلوها بالمره. البطايه كبيره يعني قلت ما اقسمها 2، يوم النهارده ويوم في يوم تاني، لان انا عامله محشي وعامله بشاميل، عامله يعني فطار كتير النهارده يقضي. فقلت بقى ايه، اليوم النهارده اللي ما يكفيش يعني اللي يبقى زياده اعمل تاني يوم. طبعا انتوا عارفين ان رمضان طويل وكبير، 30 يوم لازم كل يوم نعمل اكل. ف زي ما انتم شايفين كده، كل يوم هعمل لكم صنف، كل يوم هعمل لكم اكله شكل، حلويات، عصاير. بصوا تابعوا معايا بس الفيديو، وما تنسونيش بالتعليقات بتاعتكم الجميله، وحطوا لايك للفيديو عشان ايه، يرفع معايا يعني يترفع معايا. هنا بقى حطيت بعد ما الميه غلت سقطت البط وسقطت الحمامه، ورحت عامله بقى ايه التسبيكه التانية بتاعه المحشي. بصوا الصلصه انا اصلا مفرزاها وحاطه فيها زيت وملح ومخليها بص حمرة دم، وبتبقى طبعا انا عاملاها بالهاند بلندر، حلوه قوي قوي يا جماعه. بصراحه ايدي ورجلي بعمل بيه الطماطم وما بحطش فيها ميه، فبتبقى متسبكه وتقيله زي ما انتم شايفين كده. وكنت مفرزه شبت وبقدونس وكزبره، وحطيت التوابل بتاعتي، بهارات السبع بهارات، فلفل اسمر، توم باودر وبصل باودر و... وبابريكا. تمام. وبهارات مش محشي، بهارات فراخ، انا كنت حطاها للبط وحطيتها. هنا طبعا لقيت التسبيكه كتيره جدا، قلت اشيل طبق للعوز بالعوز. والله اللي عملت حسابه لقيته، انا عملت المحشي ده، عملت حله محشي. طبعا انا عندي بقيت الرز هعمله ان شاء الله في الفيديو الجاي. ليه؟ علشان المحشي كان كتير جدا، وانا بحب اعمل الحله الاكل يبقى سخن في اول يوم رمضان كده. الاكل لما بتعملي الاكل في رمضان بتحبيه سخن، بتحبيه زي ما يكون يعني جاهز لسه طازة. لو بايت
مفيش حد بيرضى ياكله، ولا عيالي ولا جوزي بصراحة. فبضطر ان انا اعمل حاجة صبحة اليوم بيومه، بس بعمل كميات يا دوبك ايه يقضينا. والله عملت حلة محشي كبيرة، وعملت صينية بشاميل برضو كبيرة، وبقيت التخديعة دي حطيتها في الفريزر، وبقيت الرز حطيته في الفريزر. وقلت بقى ايه، اعمل حلة تاني ان شاء الله في يوم تاني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بصوا التسبيكة كانت حمرة دم ازاي، دم والله العظيم، وطعمها وريحتها تحفة. زي ما انتوا الله اعلم، يمكن عشان انا جعانة فشم الاكل ريحته حلوة. هنا انا كنت مفرزة الكرنب قبل رمضان باسبوع او ب10 ايام، كنت مفرزة برضو والله ما صورتش. بصوا انا عملت حاجات كتيرة جدا في الشقة وما صورتهاش. هنا ده الورق ده كان اخضر، بيبقى لونه غامق، اللي بيبقى على وش الكرنبة. انا بشطفه وبخرعه وبقطعه زي ما انتم شايفين كده، بحطه في قعر الحله من تحت. ليه؟ عشان ما يشيطش المحشي مني. يعني لو انا اديته سوا جامد، انا جوزي بيحب المحشي ايه، وعيالي اللي هو مستوي زيادة شوية، زي على حسب ما اتعود، يعني على حسب ما والدته كانت بتعمله. فهو بيحب ان هو مستوي شوية، فعشان ما يشطش مني من تحت بتحطي ايه ورق من ده، يا اما بتقطعيه صغير في قعر الحلة من تحت. طلعت بقى الكرنب، وطلعت ورق العنب، وقلت ايه، اعمل التسبيكه دي تسبيكه البشاميل. بصوا ايدي والله كانت في كذا حاجه ومع بعض كده. طبعا انا ابتديت بعد الظهر، خلصت على العصر، يعني قبل العصر كمان كنت مخلصه اكلي كله، ومروقه الشقه ومنضفاها ومظبطاها ومخليها زي القشطه. هنا مسكت بقى بصلتين كبار كده حلوين، ورحت مقطعاهم للبشاميل لتعصيقة اللحمه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كانت المكرونه اتسبكت، وهنا كنت بسوي البطايه. حطيت التوابل بتاعتها والملح حطيته في الاخر، لان البطايه كانت كبيره فخدت سوا، فروحت حاطه الملح في الاخر. ليه؟ علشان البطايه تستوي ما تاخدش وقت كتير على النار. تمام. حطيت الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين. انا كنت جايبه سمنه الهانم، طعمها حلو قوي، وحته زبده كده وحطيتهم على بعض. مش سيحتها والله، ما كانش فيه فضاء، حطيتهم على بعض في قلب البطرمان، بطرمان بلاستيك يعني. هنا الحله بتاعت المكرونه، بص نصها عامل ازاي، نص بص قوام قوام. هبقى اغسلها معاكم في الاخر برضه واوريها لكم عملت ازاي، خليتها زي القشطه بالسلكه. فقلت بقى وهي كده شطفتها من المكرونه، ورحت عامله عليها خلطه البشاميل. تمام اهو. بصوا كده على طول. طبعا انا خلطه البشاميل دي عملتها في القناه كذا مره، عملتها كتير جدا، لان انا من عشاق البشاميل والمحشي، فعلى طول اعملهم فبصورهم كتير. فبصوا قوام قوام كده، مش هوريكم ايه الخطوات، اديكم فيديو في اخر في الشاشه النهائيه، وفي صندوق الوصف تحت طريقه عمل البشاميل. بصوا كده، بزود شوربة وبزود لبن لحد ما بتبقى كريمة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما بتبرد خالص بتحط لها بضاية 2 على حسب الطلب، وممكن ما تحطيش خالص. لو انت لقيتيها كريمة بالطريقة دي ممكن ما تحطيش. تمام. هنا بقى كنت حشيت المحشي ورق عنب وكرنب والفلفل زي ما انتوا شايفين. جبت فصين توم زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها على الوش. وبقيت التسبيكه برضو خليت الصلصه كده وهي حمرا وريحتها جميله جدا والله. يمكن عشان انا صايمه، بس فعلا المحشي كان طعمه زي الفل. حطيته على الوش زي ما انتوا شايفين كده، وحته زبده صفراء اللي هي الفرن حطيتها بالطريقه اللي انتوا شايفين، طعمها حلو، بتدي ريحه وطعم جميل جدا. حطيتها على الوش، وهحط طبق على الحله من فوق عشان تسوي المحشي من الاطراف ومن النص. ساعات لو انت مش حاطه الطبق ده ما بيستويش قوي من النص، انتوا فاهميني. حطيته كده الشوربه، وبعد كده ايه هظبط الشوربه بتاعتي، وبعد كده هغطيها واشغل العين. طبعا الشوربه اتدلدقت على البوتاجاز والله، خليته زي القشطه لما خلصت خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وكل أمة محمد بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال يا رب. هنا خلصت المحشي اهو زي ما انتم شايفين. همسك بقى البط والحمامية، هحطها في الصينية الصغيرة دي، واحط عليها برضو التسبيكة بتاعت المحشي،
والله مخليه من ريحتها اللي هي عجباني، عملت بيها بصوا شو للمحشي كله وللحاجه كلها. مسكت فرشه كده اهو، البطايه اللهم صل على النبي جميله 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 وكبيره مش صغيره اهو. بصوا كده حطيت التسبيكه على الصينيه من فوق، اديتها وش كده جميل. وهشيل الصاجه من تحت اشطفها بقى علشان هعمل برضو البشاميل. كان دي مكان تأمير عيش، وهحطها تدي اللون بتاعها، وبعد كده اطلعها واحط صينيه البشاميل من تحت اهو يا حبايبي. بصوا كده هنا حطيت بصلة. البصلة بتاعتي كانت مسبكة نص تسبيكة، وحطيت نص قرن فلفل حامي شوية، يعني يشطشط كده على الأكل يدي طعم حلو، و3 فصوص توم اهو. بصوا كده بقيت كل شوية انقل من عين لعين، علشان العين لما بتبقى كبيرة بتسوي بسرعة، لان انتوا عارفين طبعا ان احنا بنفطر تحت، فبالتالي بضطر ان انا اخلص بدري بدري عشان انزل بدري افتح المحل. طبعا فيديو المحل وفيديو الفطار هتلاقوه ان شاء الله على القناة التانية، وحاطه على المنتدى الفيديو اللي هو بتاع القناة التانية، فطرنا تحت بقى ويومنا يومنا ماشي ازاي عامة، والمكن والعجل والحاجة كلها اللي احنا خرجناها هتلاقوها ان شاء الله في القناة التانية، وحطها على المنتدى. تمام. هنا حطيت بقى اللحمة المفرومة علشان اعصجها. حطيت بقى التوابل بتاعتي فلفل اسمر، بهارات لحمة، ال7 بهارات، توم باودر وبصل باودر، وحبة ملح صغيرة اهو. بصوا كده انا سبتها بقى تتعصق كده مع نفسها. وهنا بعد ما المحشي اتشرب هوطي عليه. بصوا كده هشيل بقى صينية البط واحط صينية البشاميل، بس بعد ما اعملها اوريها لكم بعملها ازاي. اعملها برضو بطريقة جميلة جدا. هحط نص المكرونة من تحت زي ما انتم شايفين كده، بصوا مفلفله مش معجنه خالص. السبب ان انا في الميه بحط زيت وبحط ملح، بحط كميه زيت حلوه يعني علشان تفضل مفلفله زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا عشان انا سبتها في المصفى، بعد ما اتصفت خالص سبتها شويه، فقلت بقى ايه لو فيها واحده معموله وكده افككها. هنا نص القرن التاني بتاع الفلفل الحامي، انا حطيت زي ما انا قلت لكم في الاول، حطيت نص قرن في التسبيكه او بتاعه المحشي او بتاعه البشاميل، وحطيت نص القرن التاني زي ما انتم شايفين اهو في نص صينيه البشاميل. حطيت المكرونه وبعد كده حطيت عليها خلطه البشاميل، حطيت كبشتين يعني البشاميل تقيل شويه، احنا بنحبه تقيل. وحطيت اللحمه في النص اهو، وجبت موتزاريلا اسمها موتزاريلا الحمد، حلوه قوي قوي عجبتني. لما شفت اختي بتعملها عندها عجبتني جدا، خلتني ان انا اجيب منها على طول وما يعني استعملها. اسمها موتزاريلا الحمد، حلوه قوي قوي بتمط وطعمها تحفه. حطيتها في النص كده زي ما انتم شايفين على اللحمه، وبعد كده هنزل بالنص التاني بتاع البشاميل. تمام. المكرونه، وبعد كده هحط البشاميل على الوش وامسك الصينيه كده ادبها في الارض شويه علشان البشاميل يخش جوه المكرونه. تمام. هنا بقى مسكت بضايه بلدي او صفرة زي ما انتوا عايزين، بتحطوها على الوش بالفرشه كده، تحط عليها فلفل اسمر وسنه ملح صغيره جدا، عشان بس لو بيضه من اللي هي بتتباع بره الملح بيضيع زفرتها والفلفل الاسمر، ولو بلدي برضو بتدي طعم جميل. حطيت حطيتها كده على الوش اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحطها فين في الفرن، واظبط درجة الحرارة بتاعتها اهو. بصوا كده حطيت بقى الصاجة، غسلتها زي ما انتم شايفين اهو، وهحط الصينية في الفرن واظبط درجة الحرارة على 180 والبشاميل من تحت على ساعة الا ربع. ساعة الا ربع بتدي وش تحفة تحفة بصراحة. هنا همسك بقى المطبخ كده انضفه وانفضه واروقه، وامسك المواعين اللي باقيه عندي اغسلها. ده روتين يا جماعه اول يوم رمضان، طبعا بتبقى الواحده قايمه مش قادره لاني اول يوم صيام
بس والله العظيم رمضان جاي السنة دي حلو، جاي في الشتاء، فما حسيتش بالصيام بصراحة أول يوم. أنا بسجل لكم الفيديو ده تاني يوم، بس فعلا أنا أول يوم ما حسيناش والله بالصيام خالص، ولا بعطش ولا بأكل. ليه؟ لأن كان الجو ساقعة و... وإحنا كنا متسحرين بقى حلو، كنا دبينها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا همسك المواعين بقى اغسلها كلها بتاعه الاكل اللي انا عملته. هلم بقى الزباله، لو في زباله بقى في المطبخ. بصوا انا بحب انضف المطبخ قبل ما انزل، يعني بخليه زي القشطه زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا لو انا طالعه على بالليل اسيب بقيه المواعين اللي احنا فطرنا فيها وكلنا فيها وعملنا فيها الاكل. انتوا فاهمين؟ يعني احط المواعين بتاعه الفطار بتاعه اللي احنا بقى خلصنا فطار وسحور، بحيث ان انا تاني يوم هي بس اللي اغسلها وابتدي الروتين بتاعي من الاول وجديد. لو ورايا بقى هدوم، ورايا اكل، ورايا ترويق، اعمل الاكل على طول لاني انا بنزل بدري. بصوا كده مسكت بقى المجات كلها اللي كنا فطرانين، كنا متسحرين. وزي ما انا قلت لكم ان انا بسيب حاجه السحور كلها في الحوض. همسك كله كده وانزل. وطبعا اول يوم انا ما بعملش عصير لاني بنشتري تمر وعرق سوس وصوبيا، واشترينا اليوم ده ازازه برتقان جاهز، يعني مش جاهز اللي هو بيتعصر عند الراجل بتاع عصير القصب. ملنا ازازه كبيره كده برتقان. اهو طلعت بقى البط زي ما انتم شايفين، والبشاميل سبته بقى خالص يدي اللون بتاعه الجميل بعد ما استوت. وطلعت طبق اللي كان محطوط على حلة المحشي. اهو هغسله لان هو ده اللي فاضل لي، وهصفي بقى المواعين كلها على الحوض. ليه؟ عشان مش عايزه احطها في المطبخ علشان ما تلمش حشرات. المطبخ الالمونتان عامه او الخشب ما ينفعش تحطي المواعين فيه مبلوله او فيها حتى لو نسبه ميه صغيره. تمام. مسكت الحوض اهو غسلت المواعين كلها وحطيتها على الرخامه تتصفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش الفيديو ده طول معايا، بس والله العظيم بقيت اسرع. لو انتوا تلاحظوا او تاخدوا بالكم بقيت اسرع جامد في الفيديو. يعني هو اساسا الفيديو ساعة وشوي، بس عشان بقالي كتير ما صورتش. اهو بصوا كده روقت المطبخ، نضفته وخليته زي القشطة. هنا الحاجات بتاعت البشاميل اللي كنت بستعملها والمواعين كلها صفتها اهو. بصوا بقى الحلة اللي كانت معمول فيها المكرونة، بصوا نطفت ازاي بسلكة المواعين يا جماعة. وجايبة بريل اللي هو السايب، بريل الاخضر ده السايب. اهو صفيت كله زي ما انتم شايفين اهو، وسبت بقى البشاميل تتسوى براحته، والمحشي كنت طفيت عليه. هخرج بقى اوريكم الصاله والحاجه والتغييرات. وهنا كنت جايبه عزكم الله جردل للزباله جديد والله، وادم كسره. هنا بقى البطانيتين دول كانوا في الصاله الكبيره. فضيت الصاله دي، كان فيها الركنه. شلت الركنه حطيت. مش بقولكم انا عملت تغييرات كتيره، بس اقسم بالله انا ما كنتش بصور. ليه؟ حتى ما مش بصور واحط في الموبايل، مش بصور، ماليش نفس، ماليش مزاج، مش عارفه. فان شاء الله استنوا فيديوهات مني كل يوم باذن الله. هنا بقى عملت الستاير دي، حطيتها في الصاله الصغيره وفردتها زي ما انتم شايفين. وجبت الشلت كلها اللي في الشقه حطيتها في قلب الصاله الصغيره، خليتها داير ما يدور كده في الصاله. وحطيت البطانيتين قصاد بعض لان الجو كان ساقع، يعني في الايام اللي انا نقلت فيها الحاجات دي كان الجو ساقع. حطيت الموكيتا وحطيت البطانيتين على الوش شبه بعض. هم بيحبوا يقعدوا هنا على طول قصاد الشاشه. خليتها رايقه. والركنه نقلتها الجزء التاني اللي انتوا شايفينها دي. مسكت بقى البياضات اللي هي البيضة، غسلتها كلها، كنت بغسل ولميتها وحطيتها في الارض يعني على الركنة. تمام. بصوا كده انا حطيت الركنة دي جنب النيش. والبياضات انا كنت غسلاها وخليها بصوا زي القشطة. كنت حطها برضو مع البياضات بتاعت الركنة، يعني حاطة ده زي سامبوكسات كده، واحدة بيضة وواحدة لونها طوبي.
اهو بصوا كده المنظر. هنا الجزء ده انا كنت فرشاه وحاطه الركنه، هنا كان في سفره طبعا انا بعتها وحطيت الركنه مكانها. وهنا الانتريه حطيته في الجزء ده، انا كنت حاطه الانتريه ده جنب النيش، حطيته في الجزء ده. وطبعا البياضات انا غسلتها. الصب ده هاخده انزله في الدكانه، وجبنا الصب الجديد اللي انتوا شايفينه قصادكم ده. مش بقول لكم انا جبت حاجات كتيره وغيرت حاجات كتيره، بس والله ما كنت بصور ان شاء الله. هنا الشنطه دي اللي بحط فيها حاجه الفطار، الفطار بتاع صيام رمضان يعني. تمام. هنا بقى كنت كانسه السلم، بصوا مروقاه مخليها زي القشطه، ما انا مخليه الدنيا زي الفل قبل ما انزل، بحيث ان انا لو طلعت يا دوبك اتسحر بس وانام، لان ببقى طالعه هلكانه من المحل بتاع جوزي. وعلقنا زينه رمضان بقى، والله ما صورتش. علقنا زينه رمضان قصاد باب الشقه. انا ما بحبش اعلق حاجه جوه، علشان احمد اصلا قال لي ما تعلقيش حاجه وما تحطيش حاجه على الحيطه بتاعه الشقه. هنا النجفتين دول انا جبتهم بدل النجف القديم اللي كان عندي. بصوا كده اهو، النجفتين دول منظرهم قبل ما ايدهم اهو. بصوا بتدي اضاءه برضو جميله. انا كده كده مركبه لونها اللي هي الطويله دي الليد، فدي مع دي بتدي اضاءه كبيره وحلوه. بصوا كده اهو، مديه اضاءه جميله وحلوه جدا. الترابيزه دي كانت في النص، طبعا شلتها حطيتها على جنب عشان عيالي ما تتعورش، وبنتسحر في اليوم ده. كده حبايبي يكون الفيديو خلص معاكم.